الميزه اللي في اس 24 الترا الخاصه بتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي اللي كل الناس بتتكلم عنها واللي مستخدمين سامسونج طايرين بيها. جوجل عملتها لك في تطبيق صور جوجل اللي موجود على تليفونك وشغاله بنفس الكفاءه وبنفس الجوده. وخدها مني قاعده كده عامه، اي حاجه جوجل اللي تعملها اتاكد انها تشتغل باحسن جوده. وتعالى اقول لك تشغلها ازاي وتستفيد بيها ازاي. تعالى نفتح صور جوجل ونجيب صوره كده نشتغل عليها نجرب عليها. تعالى ناخد مثلا الصورة دي بتاعة الريموت ده وهنضغط تعديل وبعدين تلقائي ونشوف بقى نعمل ايه في الصورة دي مع بعض. تعالى مثلا نحدد صف الزراير اللي هو اللون لوحده ده كده اهو، حددناه. جرب كده نضغط محو نشوف هيعمل ايه في الصورة. شوف عمل فيها ايه، شال صف الزراير الالوان. شوف الاحترافية، مش بس شالها، لا ده ظبط مكانها، يعني طلع اللي تحتها فوق مكان الزراير اللي اتشالت عشان مكانها ما يبقاش فاضي. طيب تعالى نجرب حاجة تانية. تعالى نحددها اللي هي لسه متحددة اهي. تعالى مثلا نعمل نقل، نشدها كده ونحطها تحت، نخلي مثلا الزراير دي تبقى تحت، نضغط نقل نشوف النتيجة. حطهم لك تحت، شفت نقلهم لك تحت ازاي وبرضه مكانهم فوق مظبوط. طيب تعالى نجرب حاجة تانية، نلغي التحديد ده. تعالى نحدد الريموت ده بقى كله كده ونقول له مثلا اعادة التصميم. عايزين نبدل الريموت ده بحاجة تانية. تعالى نكتب له مثلا ايه، قلم في علبة شيك مثلا، اي حاجة. نشوف هيعملها ازاي. وطلع لك تحت 3 صور كمان غير دي. تعال نجربهم، شوف احسن واحدة فيهم. شايف الجودة، شايف الاحترافية في التصميم. بالتالي دي احسن واحدة، دي اللي نحفظها. وهي دي النتائج المتوقعة. زي ما قلت لك، الحاجة اللي جوجل تعملها اتأكد ان جودتها هتبقى حلوة.